يا جماعة، فكرة المشروع اللي أنا عايز أعمله هو لكل قرية وكل بلد، والصعيد بالأخص اللي هم بيسافروا. يعني مش الصعيد، يعني اللي هم ناس الأرياف اللي بتسافر بره بلادها. بالمختصر المفيد كده، المشروع اللي أنا عايز أتكلم فيه أو الفكرة اللي أنا عايز أتكلم فيها هي كالتالي. حضراتكم عارفين طبعا الريان، ومستريح الصعيد، ومستريح مش عارف المنوفية، وكل شوية يجيبوا سيرة الناس اللي بتلم الفلوس من الناس عشان خاطر تشغلها. طب ليه كل قرية ما تلمش فلوس؟ مثلا دلوقتي أنا عايز أشغل فلوسي، محمد عايز يشغل فلوسه، عبيد عايز يشغل فلوسه، مش عارف مين عايز يشغل فلوسه. ليه القرية دي ما تلمش فلوس من بعضها وتعمل مصانع تشتغل بيها وتشغل الشباب بتاعت القرية؟ الفكرة دي يا جماعة فكرة جميلة جدا، لو اتطبقت صح هتوفر يد عاملة للقرية، زائد اللي هي هتساعد في الصناعة، زائد اللي هي هتعمل استثمار جيد جدا. الناس اللي هتقول صعب ان الفكرة دي تتطبق، مش صعب خالص. كده كده في ناس كتير قوي، اللي معاه 5000، اللي معاه 100000 عايز يشغلهم، اللي معاه 200000، اللي معاه كل دوت هيتجمع من الناس على هيئة أسهم، وهتشتروا حتة الأرض، وهتبتدوا ان انتوا تشتروا المكن، وهتبتدوا ان انتوا مثلا تبنوها وتشتروا المكن، وتبتدوا ان انتوا تصنعوا وتصدروا بره مصر كمان. والله يا جماعة اللي انا بتكلم فيه دوت مش صعب، وهعمل انا فيديوهات على الكلام اللي انا بتكلمه دوت، فيديوهات لايف، هطلع فيديوهات لايف وهنناقش الفكرة ديت. ويصدقوني ان شاء الله الفكرة دي هطبقها، حتى لو هروح كل كرة، لو هلف مصر كلها، لازم الفكرة دي تتطبق في كل يعني في كل بلد في مصر. هتفرق كتير قوي. اولا الحكومة مبقاش في شغل خلاص في الحكومة، القطاع الخاص بيمص دمك. لما تيجي حضرتك تعمل مصانع بمجهود الاهالي ويشتغل صح، ومكسبه هيروح كمان للاهالي، زائد اللي ممكن تتبني مستشفيات. وبص، الحوار كبير جدا وجميل جدا. ان شاء الله خير. تحياتي للجميع.